ازيكم حبايب قلبي، النهارده هنعمل طاقية السلطان. اصلها ما جاتش عليا انا، كلهم عملوها. قلت ما اجربها واقول لكم رايي بكل صراحه. يلا بقى، صلوا على الحبيب المصطفى عليه الصلاه والسلام، وما تنسوش تعملوا لايك وكومنت كده حلو زيكم. اول حاجه هنجيب نص كوبايه من اللبن الدافي، ونص كوبايه من الميه الدافيه، واربع معالق من السكر الكبار، وربع كوبايه من الزيت يكون نوع نضيف، وبضايه بدرجه حراره المطبخ. وهحط معلقه كبيره من الخميره، وهبتدي احط معلقه من الخل لان الخل بينشط العجينه وكمان بيخليها طريه. هقلبها بقى، وهنزل بنص كيلو من الدقيق، بس هشيل منهم اربع معالق كبار من الدقيق، وهقول لكم ليه. وهبتدي احط الدقيق بتاعي ده نص كيلو، هبتدي احطه وابتدي اعجن عجنه كده. بس قبل ما اعجن هحط معلقه صغيره من البيكنج باودر، ده بيساعد ان العجينه تختمر كويس وتعلى معانا. رشه من الملح، وابتدي اعجني بقى عجنه، هي مش محتاجه يعني عجن كتير، وهي مقدارها كده حلو. هتلاحظوا ان العجينه بتلزق جدا جدا، هتقولوا انها محتاجه دقيق، هقولك لا، ما تبتديش تحطي اي حاجه. هبتدي اقسم العجينه بتاعتي، هقسمها نصين، لا اما بالنظر لا اما توزنيها، او زي خبرتك بقى، خبره كل واحده ما بتيجي تخش المطبخ. العجينه اللي هي الاولانيه دي هبتدي احط فيها معلقتين من الدقيق واعجنها. شفتوا بقى، انا قلت لكم ما تحطوش دقيق وسيبوها، وهقول لكم الحل بتاعها ايه. هنا هوت بقى هبتدي ان انا احط المعلقتين الدقيق والم بيها العجينه بتاعتي كده زي ما انتم شايفين، وهعجنها. هتلاقي العجينه حلوه وجميله. هبتدي بقى اجيب معلقه من السمنه او الزبده زي ما تحبي، وانا عملتها بسمنه عشان ما اكلفش نفسي. فجبت معلقه من السمنه وحطيتها كده زي ما انتم شايفين. هحطها على الخليط الابيض والخليط التاني اللي انتوا ايه شايفينه دوت، وهعجنها كده عجنه حلوه. يعني المهم ان انا ايه، هي في الاول لما بتحطي اي ماده دهنيه هتلاقيها بتقطع، وتلميها كده وتركنيها على جنب. الجزء التاني هنشتغل فيه على طول. هحط معلقتين من الكاكاو الاسباني الخام، وهاعجنها. طبعًا حطينا السمنة وابتدي إيه اعجنيها. عايزة تزودي تاني كاكاو ما فيش مشكلة خالص، زودي. أهم شيء إن أنتِ تلاقي العجينة بتاعتِك بقت كويسة ولونها حلو. ما تنشفيهاش إن أنتِ تقعدي تزودي في دقيق أو كاكاو. يعني هو كده المقدار ده حلو أوي، هنا معلقتين الدقيق اللي زودناهم، وهنا معلقتين الكاكاو. هاسيبهم بقى، هاغطيهم واسيبهم لما يخمروا. هنا خمروا زي ما أنتم شايفين ما شاء الله، زي ما أنتم شايفين كده. هابتدي أنزّلها على الرخامة، ورشة بسيطة من الدقيق، وهابتدي هافرد الأولانية اللي هي الفاتحة، وهاعملها على قد ما أقدر مستطيل أو مربع كبير. هاحط فوق دقيق وتحت دقيق. العجينة طرية جدًا وأستك جدًا، وبُصّوا مش قادرة أقول لكم على طريانها وجمالها، وكمان لمّا هتستوي هتبقى طرية وحلوة وجميلة جدًا، جدًا. امشي على نفس المقادير وهتلاقيها حلوة وجميلة، بتمُط معاكِ كده وزي الفل. ما تكتريش في الدقيق، هي رشة بسيطة عشان الدقيق دايمًا بينشف المعجنات. هابتدي إن أنا أفرد اللي هي بالكاكاو بنفس السمك بتاعها، هاعملها مستطيل من فوق ومن تحت، ورشة بسيطة من الدقيق لحد ما اوصل إنها بقت قد اللي هي الفتحة. هاحطها عليها وابتدي أفردها عادي جدًا. لو حتى فيها حتة صغيرة، هابتدي إن أنا أفردها بإيديا كده عليها وأساويها بالضبط، وبالمردنة، بالعصاية، زي ما أنتم عندكم يعني أو تحبوا. ساووها يعني، ابتدوا إن أنتم ساووا السطح بتاعها، وأنا هنا أهوّة بطرف القطّاعة ابتديت بس إن أنا أساوي الأحرف بتاعتها. عندِك شوكولاتة قابلة للدهن حلوة أوي، مش لازم إنها تكون نوتيلا الأصلي. أنا حطيت سما، وبعدين قطّعت كده قطع شوكولاتة. لو عندِك شوكولاتة شيبس حطّي، ما فيش أي مشكلة خالص. ابتدي لفّيها كده زي ما أنتم شايفين رول. هنيجي بقى على التِلت الأخير أو الربع الأخير اللي أنتم شايفينه ده، بابتدي بالسكينة باقطّعها، ابتدي قطّعيها شرايط زي ما أنتم شايفين كده، وخلّصوها وابتدوا ابرموا من أول حتّة أنتم ابتديتوا فيها، ابرموها كده، لفّوها، هتبقى عاملة زي السوستة كده. لفّيها وما تقلقيش خالص، خالص، لفّيها بالراحة وما تمطّيش فيها، العجينة طرية جدًا، جدًا، وجميلة جدًا، جدًا. ابتدي لفّيها كده أهوّة. عندِك بقى آآ صينية مدوّرة، عندِك صينية فيها فتحة من النُص، ما فيش أي مشكلة. وابتدي بقى إيه، لمّيها عليها، يعني بُصّي كإنِّك بتلمّيها عليها كده، ومش محتاجة إن أنتِ تقفّلي الأطراف اللي من تحت. أنا هنا عندي الصينية المجوّفة من النُص دي، لإني ما عنديش صينية اللي هي سادة، وسيبيها بقى تخمر. حطّيها كده في كيس وسيبيها تخمر نُص ساعة زي ما إيه، دفء المطبخ عندِك. هنا جِبت شوية من اللبن وعليهم قهوة، سواء سريعة الذوبان أو قهوة اللي هي العربي، ما فيش أي مشكلة. أنا ما باحبش صفار البيض ولا عليه خَل ولا عليه فانيليا، ما باحبهوش. فأنتم كل واحد حسب ما بيحب إيه، حابة إن أنتِ تدهنيها بصفار بيض وعليه معلقتين لبن ونقطة خَل، تمام.
حابة تعملي كده باللبن سادة ماشي، حابة تحطي اللبن وعليها قهوة أو قهوة سريعة الذوبان مفيش مشكلة، باكون مسخنة الفرن على درجة حرارة 200 باسيبها فيها نص ساعة زي ما انتوا شايفين ما شاء الله خمرت وعليت وبقت زي الفل وطرية جدا، بدهن الوش بدهنة من السمنة البلدي أو الزبدة وهي لسه يعني دافية وأركنها على جنب كده، وهبتدي أعمل معاكم الشاي الجميل اللي اسمه شاي الكرك ده جميل جدا، حطيت كوباية من المية وعليها معلقتين من الشاي وحبة قرنفل وحبة حبهان وعود قرفة وسِبته لمّا غِلي غلوتين 3 كده، زوّدت عليهم اللبن وسِبته يغلي غلوتين برضك 3 وأحلى شاي بروايح التوابل الجميلة، وكمان هي عجينة البريوش دي هي أصلًا في الأصل عجينة بريوش، جميلة وجرّبوها وهتعجبكم جدًا، 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 وأتمنى إن أنتم تعملوا لي متابعة على صفحتي مطبخ ملك، واشتراك في قناتي مطبخ ملك على اليوتيوب، وكمان تقولوا لي بتتابعوني من أنهي بلد. هنبتدي إن إحنا نقطعها ونشوف الجمال اللي من جوّه، هي طريّة طريان ما يتوصفش. والشوكولاتة فيها من جوّه باينة كده والعجينة فاتحة وجميلة، وأتمنى إن أنتم تجرّبوها وتقولوا لي رأيكم في التعليقات، إيه رأيكم مع شوية الشاي بالأعشاب أو بالتوابل دي خطيرة، ما لهاش وصف بصراحة. يالّا بقى أستاهل لايك وتقولوا لي بتتابعوني من أنهي بلد، وأستاهل كام من 10 على العجينة الحلوة دي، يالّا بقى فين اللايك والكومنت الحلو زيكم كده يا أمارات.